ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض طاجن الفراخ بالجبنه السايحه. زي ما انتم شايفين الطاجن شكله تحفه، وبطريقه سهله ولذيذه قوي، وهتعجب كل الناس. اول حاجه مع بعض هنجهز البشاميل. انا كنت عايزه اعمل البشاميل اللي هو يبقى كريمي وزي الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره. انا اول مره خالص دوقت فكره الطاجن اللي هو الجبنه السايحه بالفراخ ده. كنت جربته في كافيه بره. فلقيت ان هو الاوبشن ان انا ممكن اعمله في البيت هيبقى حلو قوي. في نفس الوقت هقدر اتحكم في الكميه اللي انا عايزاها. فانا حبيت ان انا اقدم لكم الوصفه دي، وبعد ما انا لقيت ان هي نجحت وفعلا طعمها تحفه قلت لازم اعملها معاكم. اول حاجه خالص انا جبت باكيت اللي هو البشاميل اللي هو بيبقى البودره، وحطيت كوبايتين لبن وحطيت عليهم الكيس بتاع البشاميل، وهبتدي اقلب فيه لحد ما هو يجمد معايا. وزي ما انا قلت لكم، انا يعني قبل كده انتوا عارفين لو في حد متابعني في القناه ان انا لو في حاجه بتحتاج تحضير بحب ان انا احضر مثلا البشاميل الاول لوحده، واخليه ان هو يبقى جاهز. وكمان انا بسلق الفراخ. انا الفراخ اللي انا بسلقها كانت مخليه، يعني كانت دبابيس مخليه، فبالتالي سهلت عليا ان انا اعمل الخطوه دي. لكن لو انتم ما عندكمش حاجه مخليه مفيش مشكله نسلقها، وبعد كده نشيل، يعني بعد ما هي تستوي نخليها من العظم. وبعد كده نروح هقول لكم هنعمل ايه. انا عادي بهرت البشاميل بتاعي ده لما هو ابتدى يتقل. حطيت عليه ربع مرقه دجاج، وكمان حطيت عليه كمان شوية ملح، وطبعا الملح ده على حسب الرغبة، ممكن نقطة فلفل اسمر. ولو مش حابين لون الفلفل الاسمر ده، انا بقول لكم لو انتوا يعني عايزين تاخدوا شكلها بالظبط زي الكافيه، حطوا فلفل اللي هو الابيض ده، بس الفلفل الاسمر كده او كده مش هيبان لان الكمية هتبقى كبيرة والبشاميل كبير، كميته كتيرة، فانتوا هتشوفوا برضو معايا. انا هنا جبت الفراخ زي ما انا قلت لكم ان انا كانت عندي دبابيس مخليه. فانا سلقتها وحطيت ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين معايا بالمقص. دي كانت اسهل، بدل يعني انا كنت عايزاها تبقى التقطيعه بتاعتها واضحه، بدل ما انا كنت اقطعها بالسكينه على القطاعه، وكمان كانت ممكن تفرول مني او ان هي تتبهدل مني. فبالتالي انا اخترعت قصه المقص دي. سهلت عليا حاجات كتيره جدا، يعني انا برضو بستخدم المقص ان انا برضو ممكن اقطع بيه الخضره بتاعه المحشي، او بصفه عامه مثلا ممكن اقطع بيه الخضره، اقطع بيه كذا حاجه. فهو بيسهل عليا حتى لما انا باجي بعمل سندوتشات. بستسهل وبفتح السندوتشات بالمقص، بس بيكون مقص رفيع. بس طبعا مقصات المطبخ دي ما في مش بتستخدم في الحاجات العاديه. انا حطيت كمان معلقه سمنه ومعلقه كزبره ناشفه. دي الحاجة اللي بتفرق جدا في طعم الفراخ اللي احنا هنحطها في الطاجن. مش مجرد ان احنا بنجيب فراخ ونروح حاطينها هي بسلقتها دي على الطاجن، جوه الطاجن، وفي نفس الوقت دي بتبقى طعمها مختلف غير الفراخ برضو اللي بتتعمل على الجريل وبنتبلها مثلا بباربيكيو صوص، بأي صوص، برضو دي طريقتها مختلفة. انا هخليها تتشوح معايا وتاخد لون لطيف، وبعد كده هكون مجهزه زيتون. الزيتون اللي انا هكون مجهزاه سواء زيتون اسود او زيتون اخضر، اهم حاجه يكون مخلي، لان احنا عايزين واحنا بناكل ما نلاقيش زيتونه طالعه لنا في بقنا. فتاخدوا بالكم من الحاجات المهمه دي عشان تبقى الاكله حلوه قوي. انا هنا ده كان عندي اللي هو سويت تشيلي صوص، اللي هو بيبقى صوص كده مسكر وحار في نفس الوقت. طيب ده لو الاوبشن ده مش عندنا، ممكن نحط معلقه كاتشب ونقطه شطه لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي، او ممكن تحطوا كاتشب حار. انا قلت لكم كل حاجه متاحه عندكم. بس انا كان عندي هنا اللي هو السويت تشيلي صوص، وده انا حطيته، وده بيتجاب من اي هايبر ماركت عادي جدا. بيديها نكهة برضو مميزة جدا مع الفلفل اللي هو موجود فيها الحار ده، وهو برضو مش حامي قوي. زي ما انا قلت لكم، انا يعني بصفة عامة ما بحبش الحاجة تكون حارة ولا تكون حادقة، يعني انا بحب الحاجة تكون في البالانس الطبيعي اللي هو التوازن الطبيعي اللي هو ما فيش حد يختلف عليها. في نفس الوقت برضو عشان في اطفال وارد ياكلوا، فاهم حاجة تكون الحاجة يعني كويسة. زي ما انا قلت لكم هنحط الزيتون مخلي،
يا اما لو انتوا ما عندكمش الزيتون مخلي هنخليه ونقطعه صغير. بس انا هنا كنت جايبه الزيتون المخلي متقطع اصلا. انا هنا كانت في زيتونيه مخليه بس مش مقطعه، فانا ايه قلت اقطعها بالمقص برضو. زي ما انتم شايفين فعلا انا عايزاكم تجربوا جدا الطريقه دي، حلوه قوي 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 هتعجبكم. زي مقاديرها سهله جدا، انتوا هتجيبوا الفراخ وهتسلقوها، بعد كده هتعملوها زي ما انا بعملها كده على الطاسه عشان تاخد وش وتتنكه. وبعد كده عملتوا البشاميل. انا كانت في بعض قطع الفراخ مش متبله، يعني ما حطيتش كل الكميه، فانا قررت ان انا اعملها بالفيجيتار بحيث ان هي تبقى قريبه من التشيكن بوب كورن اللي بيتقال عليها اللي هي الفراخ اللي شبه قطع الفشار، يعني اللي هي بمعناها عشان بتبقى قطع صغيره. فانا هنا عملت ايه، انا حطيت الفراخ بعد ما انا حطيت عليها اللبن يعني خليتها تبقى مبلوله من اللبن، وبعد كده رحت حطاها في الفيجيتار حطيته في كيس، وزي ما انتم شايفين بتبلها كده تبقى كلها متبله في بعضها، بدل ما انا اجيب طبق وبهدل طباق زياده. فلا انا عندي كيس هيظبط كل ده. وكمان ميزه الكيس ان انا بعد ما اشيل الفراخ واخليها تتحمر في الزيت ان انا اقدر احتفظ بالفيجيتار بعد كده في نفس الكيس ده، وده يبقى فيجيتار للفراخ. انا لما بعمل مثلا بوفتيك او بعمل فراخ او بعمل اي حاجه انا ما برميش الفيجيتار او البقسماط اللي بيطلع من الحاجه طالما هو نظيف، ولو في شويه تكتلات ممكن ان انا انخله بس ما بمرمهوش. انا ما كانش عندي غير نوع المكرونه الصغيره دي، فما حدش يعني يقول تعليق غريب. فانا عملت المكرونه عادي العقل الصغيره زي ما انتم شايفين، رحت حاطه عليها الفراخ وشويه بشاميل، ورحت مبطله الطاجن بالبشاميل، ورحت حطيت الكميه كلها بتاعه المكرونه، ورحت حاطه كمان شويه كريمه لباني عشان تعزز النكهه. ولو ما عندكمش كريمه لباني مفيش مشكله، ممكن نحط معلقه قشطه، ولو مفيش معلقه قشطه ممكن نحط نص ربع كوبايه لبن. ده كله عشان تزويد النكهه، وفي نفس الوقت تخلي ان الطاجن يكون جوسي قوي. وحطيت على الوش كمان جبنه موتزاريلا، زي ما انتم شايفين برش جبنه الموتزاريلا على الطاجن كله. كل دي بتعزز النكهات وفي نفس الوقت بتخلي تبقى ليها طعم حلو قوي. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، لما تيجوا تشتروا الجبنه الموتزاريلا ما تشتروهاش غير نوع انتوا عارفينه او نوع يبقى حلو، لان بصراحه انا كنت النوع اللي انا حطيته ده ما كانش حلو قوي. كنت اشتريته من هايبر 1، وكان اللي هو يعني مش فاكره اسمه ايه، بس اللي هو الكيس الكبيره قوي. بس افضل نوعين انا استخدمتهم وفعلا فعلا حلوين جدا باندا والنوع اللي هو بتاع دومتي او بريزيدون، لا بريزيدون قصدي مش دومتي. هو دول افضل نوعين، لكن ما تجيبوش جبنه موتزاريلا انتوا مش واثقين في شكلها او مش عارفينها، ما تجربوش، لان وارد تبقى التجربه تخليكم ان انتوا تندموا في الاخر الكيس يفضل مركون عندكم فتره طويله بسبب ان انتوا يعني ما احسنتوش الاختيار في الحاجه. وزي ما انتم شايفين الطاجن كان اخد لون حلو قوي وطلع اهو من النار. كان جوسي قوي وحلو قوي وهو سخن كده. النكهات كلها متوازنه فيه بطريقه حلوه قوي. كمان اللي هو التشيكن بوب كورنز اللي انا عاملاها بالفيجيتار حطيتها على وش الطاجن كده عشان تدي شكل. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله ابقى اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.